السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشباب تالتة إعدادي معانا إن شاء الله النهاردة أفكار الدرس الأول بكل بساطة جدا. درس بيتكلم عن حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين. طيب يا شباب صلوا على النبي. طبعا أول جزئية وكان هو الحل البياني، وهو سهل جدا. بنفرض أي 3 نقاط، تمام، وبنرسم كل مستقيم، وبعد كده نشوف هل عندنا طبعا 3 حالات، وهم أول حالة اللي هو التقاطع، وبعدين التوازي، وبعدين لما يبقوا المستقيمين منطبقين. وطبعا ده كله سهل جدا. عندنا بقى المهم واللي بيجي عليه أفكار كتير جدا، إن إحنا إزاي نجيب عدد الحلول، إيجاد عدد الحلول. إزاي أجيب عدد الحلول؟ عندي طريقتين. أول طريقة، ركز معايا مهم جدا، أول طريقة وإن إحنا بنجيب ميم واحد وميم اتنين. طيب وبعد ما أجيب ميم واحد وميم اتنين، طبعا اللي هو الميل، وطبعا اللي منكم مش عارف أو اللي مش فاكر يعني من الترم الأول، إن الميل بيساوي سالب معامل س على معامل ص. طبعا ده لو المعادلة مش مظبوطة، يعني مش على الصورة العامة، يعني سالب معامل س على معامل ص. تمام. طيب ولو المعادلة على القاعدة دي، عشان نبقى منظمين بس، ولو المعادلة على القاعدة دي مثلا ص بتساوي م س زائد الج. طبعا دي الصورة العامة للمستقيم أو القاعدة العامة لمعادلة المستقيم. فكنا ساعتها بنقول إن الميل هنا بيساوي معامل س على طول. فأنت خلي بالك من الحتة دي، إحنا مش دايما هنقول سالب معامل س على معامل ص، يعني معامل س مباشر. طيب أنت قلت لي بقى يا مستر إن إحنا عشان نجيب عدد الحلول، إن أنا هجيب م واحد وهنجيب م اتنين، ميل الأول المستقيم الأول وميل المستقيم التاني. طيب قال لك إذا لو أنت جبت يعني م واحد وم اتنين، وطلع إن م واحد لا يساوي م اتنين، طبعا هيبقوا المستقيمين مالهم؟ والله المستقيمين هيكونوا متقاطعين، وطبعا أي مستقيمين يتقاطعوا في إيه؟ في نقطة واحدة. يبقى لام واحد ولام اتنين متقاطعان. طيب وهما لما يبقوا متقاطعان يبقى عندنا عدد الحلول كام؟ عدد الحلول طبعا حل وحيد. ودي أول حالة معانا وهي سهلة جدا. طيب الحالة التانية، قال لك والله لو المستقيمين أو الميلين يعني طلعوا متساويين، م واحد طلع بيساوي م اتنين، قال لك أنت ما تقدرش تكرر كده إيه على طول يعني. أمال هعمل إيه؟ قال لك لازم نجيب نقطة التقاطع مع محور الصادات. تمام؟ يبقى أنا لازم أهو نقوم بإيجاد نقطة تقاطع لام واحد ولام اتنين مع محور الصادات، طبعا كل واحدة لوحدها. طيب هتقول يا مستر معلش بس فكرني، هو أنا كنت بجيب نقطة التقاطع المستقيمين أو أي مستقيم يعني مع محور الصادات إزاي؟ قال لك كنا بنحط السين بصفر. تمام؟ ووضع س بصفر في كل معادلة، وضع س بتساوي صفر. هتقول لي تمام، أنا حطيت إن السين بصفر في لام واحد ولام اتنين. قال لك بقى لو النقطتين طلعوا متساويتين، أهو لو نفس النقطة، لو طلعوا نفس النقطة يعني، هيبقى في الحالة دي إن المستقيمين منطبقين، لام واحد ولام اتنين منطبقين. وطبعا لما يبقوا منطبقين يبقى عدد الحلول كام؟ عدد لا نهائي، لأن المستقيمين يا شباب بيكونوا كده بالظبط. ده مثلا المستقيم الأول والمستقيم التاني عليه بالظبط كده. فطبعا المستقيم ليس له بداية ولا نهاية، فأنت هنا عندك عدد لا نهائي من النقاط. فعشان كده بنقول عندنا عدد لا نهائي من الحلول، عدد لا نهائي من الحلول. طيب طب لو طلعوا نفس لو طلعوا مش نفس النقطة، أو لو مش نفس النقطة، قال لك خلاص يبقى المستقيمين متوازيين. يبقى لام واحد
يوازي لام 2، طبعا يبقى اللي هو يوازي عمرهم ما يلمسوا بعض أصلا، فبالتالي عدد الحلول صفر. عدد الحلول صفر. خلي بالك من الحتة دي، كان في سؤال يقول لك ايه عدد الحلول ويديك معادلتين ويطلعوا المستقيمين متوازيين، وتلاقي عندك في الاختيارات صفر وتلاقي لا يوجد. طبعا ما ينفعش، لازم تختار صفر. مفيش حاجة اسمها لا يوجد دي. تمام. هو يوجد لا يوجد ده يعني عدد؟ لا. فانت بتختار عدد، بيقول لك عدد الحلول. فانت ركز برضو في المسميات عشان بيوقعكوا فيها كتير جدا يعني. طيب ودي بالنسبة للطريقة الأولى بكل بساطة كده. طيب عدد الحلول، وقال لك إن لام واحد المعادلة بتاعته يعني 3 س ناقص ص زائد 5 بتساوي صفر. ولام 2 المعادلة 2 ص ناقص الستة س بتساوي 10. عايز أجيب عدد الحلول. طيب أنا قلت لك إيه من شوية؟ قلت لك إن أنت هتجيب ميم واحد وهتجيب ميم اتنين. تعال نجيب ميم واحد وميم اتنين، وخلي بالك إن ميم واحد هنا المعادلة بتاعته مش على الصورة العامة، فبالتالي انت هتقول لي ايه سالب معامل س على معامل ص، وكذلك لام 2. فانت تاخد بالك من الحتة دي، لان في سؤال هسيبه لك بعد السؤال ده تحله، هيبقى فيه الصورتين، واحدة صورة عامة اللي هي على صورة معادلة المستقيم، والتانية لا. ففي واحدة هنقول فيها اللهم صل على سيدنا محمد سالب معامل س على معامل ص، والتاني هنقول معامل س. فانت خلي بالك من الحتة دي. المهم، يبقى احنا هنا هنجيب ميم واحد من المعادلة الأولى طبعا، اللي هو هيبقى سالب معامل س على معامل ص. خلي بالك من الإشارات. سالب معامل س، معامل س هنا والله 3، خلاص يبقى سالب 3 على معامل ص، خلي بالك سالب 1. عشان كده بقول لك خلي بالك من الإشارات. فبالتالي السالب مع السالب و3 على 1 بيساوي 3. وراح أجيب ميم 2، نفس الفكرة، سالب معامل س على معامل ص، وخلي بالك سالب بتاع القانون أهو، ومعامل س والله سالب 6. ماشية بكل بساطة، هتلاقيها سهلة جدا. على معامل ص 2، طبعا السالب في سالب بموجب، هيبقى لنا 6 على الاتنين بيساوي 3. أصبح عندي بقى هنا يا مستر إن ميم واحد طالع معايا 3، وإن ميم 2 كذلك برضو طالع معايا 3. هتقولي بس معلش عشان أنا مش فاكر، هطلع فوق سنة. إن لما أنا قلت لك إن ميم واحد، خلي بالك أهو، ميم واحد وميم 2 لو طلعوا غير متساويين خلاص متقاطعين وخلصنا. إنما لو طلعوا عندك متساويين، لا ده انا ما اقدرش اكرر الا لما اروح اجيب نقطة الايه، نقطة التقاطع مع محور مين، مع محور الصادات. خلي بالك. يبقى انا هروح امسك بقى ايه، خليك منظم كده في حلك. لام واحد اهي المعادلة الاولى اللي هي 3 س ناقص الصاد زائد 5 بتساوي صفر. هنروح نعمل ايه، هنجيب التقاطع مع الصادات، وعشان اجيب التقاطع مع الصادات هنحط س بايه، هنحط س بصفر. ومعنى ان انت حطيت س بصفر خلاص، فالحد بتاع س ده طار ما عادش معانا. فاتبقى لك ايه، والله اتبقى لي يا مستر سالب ص زائد الخمسة بتساوي صفر. معادلة عادية جدا، طلع لي الخمسة دي بره بعكس الإشارة، هيبقى عندك السالب ص بتساوي سالب 5. طبعا السالب مع السالب، فالصاد ساعتها بتساوي 5، وبالتالي نقطة التقاطع مع الصادات هتبقى السين طبعا بصفر والصاد ب5، وبكده انت جبت أول نقطة اللي هي تقاطع المستقيم لام واحد مع محور الصادات. نفس النظام هطبقه على المستقيم التاني، إن أنا هقول لام 2 المعادلة إيه؟ والله المعادلة يا مستر 2 صاد ناقص 6 س بيساوي 10. برضه نفس الفكرة، هنحط س بصفر أهو عشان تبقى واخد بالك. حطينا س بصفر، وبعدين ولا اي حاجه، الحد بتاع س خلاص كده طار. فاتبقى لك ايه، اتبقى لك ان 2 ص بتساوي 10. طبعا هنقسم على الاتنين، وهنا كذلك على الاتنين، اصبحت ان الصاد بتساوي 10 على الاتنين تساوي 5. يبقى النقطه بتاعتنا برضو الس صفر والصاد 5. وخلي بالك بقى ان هنا عندك النقطه الاولى طلعت ايه، طلعت صفر و5، والنقطه التانيه ثواني، والنقطه التانيه برضو كذلك طلعت صفر و5. فخلاص كده طلعوا نفس النقطتين. هتقول لي يا مستر تاني انا مش فاكر، نرجع لها تاني اهو. لو نفس النقطة، كاتبها لك اهو بالعربي، لو نفس النقطة يبقى لام واحد ولام اتنين منطبقين، يبقى عندك عدد الحلول ايه، عدد لا نهائي من الحلول، وبس كده. يبقى انا هكتب اذا لام واحد ولام اتنين منطبقان.
يبقى إذا عندنا عدد لا نهائي من الحلول. وبس كده بكل بساطة خلصت سؤال. هسيب لك بقى انت سؤال تحله، تمام، تبقى تحله بقى تبعته في الكومنتات في أي حتة. يلا عندك تمرين هنا. لام واحد س ناقص 5 ص بتساوي 4، ولام 2 ص بتساوي 1/5 س زائد الاتنين. خلي بالك بس أنا هساعدك حتة بسيطة جدا. هنا أنت هتقول سالب معامل س على معامل ص، لأن دي المعادلة دي مش مظبوطة، يعني مش على الصورة العامة بتاعت معادلة المستقيم يعني. إنما لام 2 لو خدت بالك بقى وركزت في بداية الشرح، قلت لك لو هي على الصورة اللي هي ص بتساوي م س زائد الجيم، تمام، اللي هي أصلا الصورة دي، فعلى طول هيبقى الميل هنا معامل س، يعني الميل هنا خمس. إنما الميل هناك هتقول سالب معامل س على معامل ص، وتطلع الميل عادي جدا، وتكرر بقى بعد ما تطلع الميل امشي على نفس المخطط اللي أنا عامله لك ده، م واحد وم اتنين، لو طلعوا متساويين أهلا وسهلا أنت كده خلصت. مش هتقعد تتعب بدماغك بقى ولا نقطة تقاطع ولا أي كلام من ده. إنما لو طلعوا متساويين لا، يبقى أنا لازم أجيب نقطة التقاطع وبعد كده أقرر بقى هل هم متوازيين ولا منطبقين. تمام، وده بالنسبة للطريقة الأولى. طيب الطريقة الثانية وهي سهلة جدا بس محتاجة تركيز يعني. قال لك إيه الطريقة الثانية؟ دي مش مكتوبة في الكتاب عندكم المعاصر. طيب يا شباب صلوا على النبي. قال لك إيه؟ والله أنت كده كده بيبقى عندك معادلتين، لام واحد ولام اتنين، خليهم على نفس الصورة دي بالظبط. تمام، انا هكتب مثلا السين الاول، ده معامل س طبعا اللي هو الف واحد ده، يبقى الف واحد س زائد ب واحد ص بيساوي ج، خليهم على نفس الصورتين دول بالظبط. تمام، المعادله التانيه نفس النظام، الف 2 س، السين تحت السين، وكذلك برضو الصاد ب 2 ص بيساوي الحد المطلق او الثابت اللي هو ج 2، خليهم على نفس الصورة اهو، خليهم على نفس الصورة او نفس القاعدة. خلي بالك من الحتة دي. طيب هتقول لي يا مستر انا مش فاهم، هقول لك بس نكملها وناخد سؤال عليها وان شاء الله سهلة جدا. قال لك اول حالة معانا يا بطل ان انت هتجيب الف واحد على الف اتنين، لو طلع لا يساوي ب واحد هتقارنه يعني ب واحد على ب اتنين. تمام، لو طلعوا غير متساويين يبقى تستنتج ان لام واحد ولام اتنين متقاطعان، وبالتالي عدد الحلول حل وحيد. خلاص خلصنا من دي. طيب الحالة التانية ايه؟ قال لك والله سهلة جدا برضو. قال لك لو انت رحت جبت برضو ألف واحد على ألف اتنين وطلع يساوي ب واحد على ب اتنين، لا ولا يساوي ج واحد على ج اتنين. تمام، خلي بالك انت بس بتعمل نسبة ما بين المعاملات والحدود الثابتة. قال لك ان ساعتها هيبقى لام واحد ولام اتنين متوازيان. تمام، وبالتالي عدد الحلول صفر. طيب الحالة التالتة ان احنا هنروح نجيب برضو نفس الفكرة بس يطلعوا تلاتة متساويين بقى، ألف واحد على ألف اتنين يساوي ب واحد على ب اتنين. طبعا ألف واحد تاني يا جماعة اللي هو الألف معامل س، ده ألف واحد يعني معامل س، وألف اتنين معامل س اللي هو في المعادلة التانية. ب واحد معامل س المعادلة الأولى، وب اتنين معامل س المعادلة التانية، وهكذا عشان تبقى واخد بالك بس. يبقى ب واحد على ب اتنين بيساوي ج واحد على ج اتنين. طلعوا تلات نسب متساويين خلاص بقى، يبقى لام واحد ولام اتنين منطبقان، ولما يبقى منطبقان يبقى عندنا عدد لا نهائي من الحلول. وبس كده، دي طريقة برضو سهلة جدا. طيب تعالى ناخد عليها سؤال ونفهمها. تمام، او ناخد السؤال اللي احنا حلينه من شوية اللي هو راح فين، 3 س ناقص ص تمام زائد 5. تعالى ناخد السؤال ده. بص يا سيدي صلى على النبي. لام واحد انا اكتب على طول ان هي 3 س ناقص الصاد زائد الخمسة بتساوي صفر، والمعادلة التانية لام اتنين، اتنين صاد زائد ناقص الستة س بيساوي 10. والله احنا كنا عملنا ايه؟
قال لك أول حاجة أهو خلي بالك، خلي المعادلتين على نفس الصورة اللي أنا كاتبها لك فوق دي. ما علينا، خليهم على نفس الصورة دي يا شباب دي. طيب تعالى نرجع نشوف. أول حاجة أنا هكتب لام واحد أهو، هكتب والله السين الأول 3 س وبعديها الصاد، وهطلع الموجب 5 ده بره، طبعا بعكس الإشارة يبقى -5. لام 2 هكتبها تحتها عشان أبقى واخد بالي من المعاملات يعني والإشارات في نفس الوقت. هكتب السين الأول وخلي بالك السين هنا -6 س. طب وبعدين موجب 2 صاد، وأقول بيساوي كده كده 10 جاهزة زي ما هي اللي هو الحد المطلق، دي 10 يا شباب. طيب وبعدين والله هروح أجيب ألف واحد على ألف اتنين، دي أول نسبة. ألف واحد 3، خلي بالكوا بس من الإشارات، وألف اتنين اللي هو معامل السين، معامل السين اللي في المعادلة التانية -6، إنما اللي فوق 3، فبالتالي هيبقى 3 على -6، هنبسطها طبعا هتبقى -نص. وأروح أجيب هجيب ب واحد على ب اتنين اللي هو معامل صاد في الأولى وعلى معامل صاد في التانية. تمام، معامل صاد في الأولى باين واضح جدا -1، معامل صاد في التانية وهو 2، فهو جه زي ما شاء الله -نص. وأروح أجيب النسبة التالتة ج واحد على ج اتنين اللي هو الحد المطلق، هيبقى -5 على 10، برضو لما تبسطها هتبقى -نص. هقول لك بقى مش ملاحظ حاجة، إن الأولى طالعة معايا -نص، والتانية كذلك طالعة معايا كمان -نص، والتالتة نفس الموضوع طالعة معايا -نص. طب دي أستنتج منها إيه؟ والله أطلع لها سنة كده، فين إن فيها اللي فيها التلاتة متساويين؟ والله ده الحالة التالتة يا مستر. طب والحالة التالتة دي كان المستقيمين مالهم منطبقين، يبقى عندي عدد كام حل؟ عدد لا نهائي من الحلول. طب هل أنا حليتها كده فوق؟ تعال اما أشوف. أهو لما احنا حليناها بالميل نفس السؤال على فكرة، طلعنا نفس نقطة التقاطع مع محور السادات، وقلنا برضو ان هو عدد لا نهائي من الحلول. يبقى انت كده معاك الطريقتين والاتنين ما شاء الله اسهل من بعض، وان شاء الله يكونوا واضحين يعني. يبقى انت عندك عدد اهو، يبقى اذا لام واحد ولام اتنين منطبقان، يبقى اذا عندنا عدد لا نهائي من الحلول. طبعا ممكن نكتب هنا ان الف واحد يعني على الف اتنين بيساوي ب واحد على ب اتنين بيساوي ج واحد على ج اتنين، وبس كده ان شاء الله تكون سهلة بإذن الله. كتبت لك سؤال اهو، تمام، انت تفكر فيه وان شاء الله تكتب لي الاجابات او الاجابة مباشرة يعني في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليكم بإذن الله. طيب بعد كده بقى ناخد فكرة على الجزئية دي، فكرة وهي مهمة جدا وكتير منكم بيقع فيها. طيب هل هو دايما هيطلب مني عدد الحلول؟ يعني مش مفيش افكار كده يا مستر؟ لا اكيد في افكار طبعا. ايه هي الافكار اللي عندنا بقى؟ بص يا شباب صلوا على النبي. حاجة اقول لك ايه، هقول لك اذا كان، طيب يا شباب صلوا على النبي، بيقول لي إذا كان لام واحد، طبعا المعادلة بتاعته ألف س زائد الاتنين ص بيساوي 3، ولام اتنين 3 س زائد الب ص بتساوي 9، وقال لي إن المستقيمين دول قال لي إن هما منطبقان، مستقيمين منطبقان، أوجد ألف زائد ب. طيب صلوا على النبي وركز، وهي إن شاء الله سهلة جدا. هعمل إيه؟ والله يا مستر أنا كل اللي أنا أعرفه عن إن المستقيمين يكونوا منطبقان إن التلات نسب متساويين. أرجع لك تاني، مستقيمان منطبقان هنا، خلي بالك منطبقان هنا، يبقى التلات نسب متساويين عشان تكون واضح يعني، التلات نسب متساويين. وتاني ما تنساش تخلي المعادلتين على نفس الصورة. طيب أنا هكتب نفس المعادلتين اهوت بس على نفس الصورة، لام واحد، وانا خليت السين الاول، على فكره انت ممكن تخلي الصاد الاول عادي يعني، المهم ان المتغيرين في الطرف والثابت او الحد المطلق في الطرف الثاني. فيبقى عندك الف س زائد الاتنين صاد بتساوي 3 جاهزه اهي. المعادله الثانيه هيبقى 3 س زائد الب صاد ما شاء الله جاهزه كمان بيساوي 9. طيب وبما ان لام واحد ولام اتنين منطبقان، يبقى اذا ألف واحد طبعا على ألف اتنين يساوي ب واحد على ب اتنين
بيساوي ج واحد على ج اتنين. وتعالى نطبق بقى. ألف واحد هو أصلا ألف ده مجهول عندي، على ألف اتنين لو معامل س التانية في اللام التاني يعني تلاتة يساوي ب واحد اتنين على ب اتنين اللي هي الب، بيساوي طبعا تلاتة على تسعة. أنا أعمل إيه بقى؟ بما إن هما دول تلات نسب متساويين، خلاص أنا هاخد في الأول إن النسبة الأولى هساويها بالنسبة التالتة اللي هي المعلومة عندي عشان أقدر أجيب قيمة ألف، وكذلك برضو بعد كده أخد التانية وأساويها بالتالتة. يعني هقول إن ألف على التلاتة بتساوي تلاتة على التسعة. طبعا هتعمل مقص، تستنتج إن الألف طبعا قلنا هيساوي على طول اللي قصاد المجهول بتاعي اللي هو الألف، بيبقى طبعا في المقام دايما اللي هو تسعة، وفوق طبعا الرقمين الباقيين تلاتة في تلاتة بتسعة، تسعة على التسعة طبعا يساوي واحد. وكذلك هروح آخد النسبة التانية اللي هي اتنين على ب، هساويها بتلاتة على التسعة، هتعمل برضو مقص، هيبقى الب تساوي اللي قصادها تحت في المقام تلاتة، وعندك فوق اتنين في تسعة بتمنتاشر، تمنتاشر على التلاتة بتساوي ستة. وبكده انت جبت قيمة ألف بواحد وقيمة ب بستة، وانا عايز حاصل جمعهم، يبقى ألف زائد الب هيساوي واحد زائد الستة هيساوي سبعة، وبس كده بكل بساطة. يلا بعد كده ان شاء الله كان معانا بقى اخر حاجة، وهي الحل الجبري وهو التعويض والحذف، وهو سهل جدا مفيش اسهل منه يعني. واول حاجة كان معانا طريقة التعويض، والتعويض بكل بساطة خلي متغير واحد في طرف يعني مثلا امسك مثلا المعادلة الأولى وخلي مثلا أي متغير من المتغيرين في طرف لوحده، يعني هاته بدلالة المتغير التاني، وبعد كده عوض في المعادلة التانية، ونعوض في المعادلة التانية. هتقولي مش فاهم يا مستر، هقولك نفهم بمثال يا مستر. بيقولك ايه؟ أوجد فيها مجموعة الحل، وقال لك ادالك المعادلتين اتنين س زائد الصاد بتساوي خمسة، وأربعة س ناقص الصاد بيساوي واحد. أعمل إيه؟ والله بص، أنا هختار أي معادلة تعجبني تمام أشتغل عليها وتكون سهلة بالنسبة لي. مثلا أنا عايز أشتغل على المعادلة الأولى دي. طيب هو أنا قلت إيه فوق؟ قلت لك والله خلي أي متغير في طرف لوحده من أي معادلة تعجبك. خلاص أنت اخترت المعادلة الأولى، خلي المتغير لوحده في طرف. تمام. أنا عندي هنا 2 س وهنا صاد، فأنا بالنسبة لي الأسهل الصاد أخليها لوحدها في طرف لأن ما جنبهاش معاملها واحد يعني. أقول الصاد بتساوي وأنقل الاتنين س دي الناحية التانية بعكس الإشارة، فبالتالي هتبقى خمسة ناقص الاتنين س. طيب وبعدين هتروح تعوض، طبعا دي المعادلة التانية بتاعتنا، هروح أعوض في المعادلة التانية، هشيل الصاد دي ما هي نفسها الصاد اللي أنت جبتها وأحط مكانها خمسة ناقص اتنين س. تاني، كل اللي أنا عملته يا شباب أنا رحت على الصاد دي قلت هسيبها زي ما كانها هنا في الطرف اليمين، وهمسك الاتنين س دي أنقلها الناحية التانية بعكس إشارتها، تبقى تروح سالب الاتنين س، يبقى خمسة ناقص الاتنين س زي ما أنا كتبتها هنا. شيل بقى الصاد اللي في المعادلة التانية دي وحط مكانها خمسة ناقص اتنين س، وبس كده إن شاء الله تكون واضحة. يبقى أنا هقول بالتعويض في المعادلة التانية، التعويض في اتنين هيبقى عندك أربعة س دي زي ما هي ناقص، ولازم تحط القيمة يا شباب في أقواس، وهقول لك ليه. هيبقى خمسة ناقص الاتنين س اللي هي قيمة صاد اللي أنت جبتها وبتساوي واحد عادي جدا. هيبقى عندك أربعة س السالب بقى يا شباب ده، عشان كده قلت لك حط أقواس ليه؟ عشان السالب ده هيتوزع يعني هينضرب مرتين في الحدين اللي جوه، فدي برضو غلطة من الغلطات. التعويض والحذف سهلين بس غلطاتهم في إشاراتهم، فأنت خلي بالك. هيبقى سالب خمسة والسالب في سالب بموجب اتنين س بتساوي واحد. هتكمل حلك عادي جدا، هتجمع أربعة س مع الاتنين س طبعا هيساوي ستة س ناقص الخمسة بتساوي واحد. معادلة عادية جدا، انقل الواحد بعكس الإشارة هيبقى زائد سوري انقل الخمسة بعكس الإشارة هيبقى زائد خمسة. أصبحت عندك ستة س بتساوي ستة، طبعا هتقسم على ستة وهنا على ستة، يبقى السين بتساوي طبعا واحد. وبكده أنا جبت الإحداث السيني
للنقطة إن شاء الله اللي هتبقى في مجموعة الحل. طيب أجيب بقى الصاد إزاي يا مستر؟ طب أنت حالا جبت السين، الصاد ده هجيبها إزاي؟ قال لك مش أنت قلت فوق من شوية لما أنت جبت الصاد لوحدها في طرف، قلت إن هي بتساوي 5 ناقص الاتنين س؟ خلاص عوض فيها. يبقى إذا الصاد بتساوي 5 ناقص طبعا الاتنين في واحد، هيبقى 5 ناقص اتنين في واحد باتنين، يعني بيساوي 3. يبقى إذا مجموعة الحل هتساوي المجموعة إحداث السين بتاعك 1 والصاد 3 وبس كده شكرا. وطبعا تستنتج إن المستقيمين مالهم متقاطعين لأن مجموعة الحل نقطة. تمام، ما احنا عندنا 3 حالات. تمام، قلنا التقاطع المستقيمين بيبقوا في نقطة واحدة، التوازي مبقاش أصلا في مجموعة حل، لما يبقوا منطبقين عندنا عدد لا نهائي من الحلول. فهو إن شاء الله الدرس سهل وبسيط جدا. طيب تعال نحل نفس السؤال ده بس بالحذف. 2 س، نحل بالحذف. 2 س زائد الصاد بتساوي 5 و4 س ناقص صاد بتساوي 1. بص بقى يا شباب، الحذف ده كأنك بتلعب لعبة كده سهل جدا، وعشان تسهل على نفسك اكتب المعادلتين تحت بعض. نصيحة مني يعني، تعال نكتبهم تحت بعض تاني معلش هتتعبك معايا. 2 س زائد الصاد بتساوي 5 وعندي 4 س ناقص الصاد بتساوي 1. كل ما انت تبقى منظم كل ما تبقى الدنيا واضحة قدامك يعني. والله انا هروح ابص بقى على السين والصاد. ده بس يا مستر معلش، هو الحذف ده يعني انت اعمل ايه او افكر في ايه لما ابقى عايز اعمل طريقة الحذف؟ انت من الاخر عايز تحذف اي متغير معخوم من المعادلة التانية، سواء السين او الصاد مش هتفرق. يعني لو انا رحت حذفت السين وانت رحت حذفت الصاد في الاول كلنا هنوصل لنفس الناتج لو ماشيين بخطواتنا صح. طيب انا جيت ابص والله يا مستر على على السين لقيتها هنا موجب 2 والسين اللي تحت لقيتها موجب 4. فأنا عشان أشيلهم مع بعض قُلت لأ أنا مش هاستعجل وهابُص على الصاد الأول. تمام، لقيتها موجب صاد هنا وتحت سالب صاد. أنا أصلًا لو جمعت المعادلتين كده الموجب صاد هيشيل لي السالب صاد، فأنا كده خلصت من الصاد وكل سنة وإحنا طيبين. طيب لو أنا بقى ما جاش في بالي يا مستر إن أنا أشيل الصاد، أنت يعني جايب لي مسألة سهلة يعني عشان تبين لي اللي هي سهلة؟ هاقول لك لأ، تعالَ يا سيدي أنا مش هاشيل الصاد، مع إنكم كلكم هتقولوا إن إحنا هنشيل الصاد، موجب صاد مع السالب صاد وأجمع 2 س مع 4 س وخلصنا. لأ أنا هاشيل السين بقى. تمام، بُص يا سيدي صلّي على النبي، عندي تحت 4 س وعندي فوق موجب 2 س. عشان أشيل طبعًا هنخلّي الصغير شبه الكبير بس بعكس إشارته. أنا عندي تحت هي موجب 4 س، يبقى أنت عايز تخلّي اللي فوق سالب 4 س، وأنا عندي اللي فوق المعامل 2، يبقى ال2 دي عشان أخلّيها سالب 4 أضربها في كام؟ في سالب 2. يبقى أنت هتضرب المعادلة الأولى دي، طبعًا دي التانية، هاضربها في سالب 2 وخلّي بالك لمّا تيجي تضرب في سالب 2 هنا في سالب 2 وهنا في سالب 2 وهنا في سالب 2 هتضرب حدود المعادلة كلّها في سالب 2. أصبحت المعادلة الأولى كده يا جماعة بالشكل ده، 2 في سالب 2 بسالب 4 س موجب ص في سالب 2 بسالب ال2 ص بيساوي سالب 10. تمام، أصبحت دي المعادلة اللي أنا هاشتغل عليها وهاجمعها مع المعادلة التانية اللي هي دي، ممكن أسميها دي رقم 3. يبقى أنا هاقول بجمع 2 و3 السالب 4 مع الموجب 4 س. تمام؟ تمام، وبعدين عندي خلّي بالك سالب ص وسالب 2 ص يدّونا سالب 3 ص بيساوي 1 وسالب 10 سالب 9. هاقسم طبعًا على السالب 3 على السالب 3 يبقى الصاد بتساوي السالب مع السالب و9 على ال3 فيها ال3. وبكده أنا جِبت الصاد. طيب باقي لي مين؟ والله يا مستر باقي لي السين. عوّض في أي معادلة تعجبك من اللي قدّامك. أنا مثلًا هاسهِّل على نفسي وأعوّض في المعادلة الأولى اللي هي 2 س زائد الصاد بتساوي 5. هاشيل الصاد وأحط 3 هيبقى 2 س زائد ال3 بتساوي 5. انقل ال3 بعكس الإشارة تبقى سالب 3 هيبقى 2 س بيساوي 5 ناقص 3 2. اقسم طبعًا على الاتنين، طبعًا يبقى الس بتساوي 1 ونفس الحل اللي إحنا حليناه هناك. الصاد 3 والسين 1 يبقى إذًا مجموعة الحل هتساوي المجموعة طبعًا النقطة بتاعتك 1 و3. وبس كده وما تنساش تصلّي على النبي، واستنونا إن شاء الله في أفكار كتير جدًا على المنهج كله بإذن الله تعالى. سلام عليكم.